ازيكم رجاله عاملين ايه؟ اخباركم يا اسيستنت. المفروض انت بتتفرج على الفيديو دوت في اليوم اللي انت راجع فيه من لجنه الاقتصاد والاحصاء، فبالتالي طمني. انا عارف ان هم بيبقوا اصعب من التربيه الدينيه والتربيه الوطنيه، فقولوا لي عملتوا ايه في الكومنتات. الفيديو دوت عباره عن ان انا عايز اعرف انتوا عملتوا ايه، بلس ان انا عايز اقول لك او اضيف لك حاجتين على العقليه الفتره دي. الفتره اللي احنا داخلين فيها على الجدول اللي بجد، الجدول اللي ابتدى يبتدي بقى. تمام كده، كل اللي فات ده كان ايه؟ مجرد تسخين، مجرد بتتعرف على اللجنه، بتتعرف على الناس اللي معاك، بتتعرف على المراقبين، وكذلك وكذلك وكذلك. فاهمني؟ كان مجرد تسخين، تتعرف على بابل شيت وكده يعني. تمام. ايه الحاجتين يا عبد الرحمن؟ واحد، ايا كان اللجنه بتاعتك عامله ازاي، فانت في دماغك اللجنه بتاعتي دي بيرفكت، اللجنه بتاعتي دي زي الفل. يعني ايه؟ انت دلوقتي تقعد حبه حلوين لحد يوم 22 اللي هو يوم العربي، تقعد تذاكر. ما يجيش في دماغك تقعد تحط بقى اللوم على اللجنه، لان انا سمعت حاجات اوفر قوي. انا سمعت ان في ناس بتقعد في لجان اللي هو بتاعت ابتدائي خالص، اللي هو لدرجه ان هو بياخد الديسك يحطه على ركبته عشان هو يحل. ففي حاجات فعلا، يعني حاجات فعلا تعرقلك. ايوه، واحنا نضحك على نفسنا؟ ايوه فعلا تعرقل. ولكن انا مش عايز الكلام ده يبقى في عقليتك. ده واحد قاعد، انا اللجنه بتاعتي يا عم 100 100، وانت بتذاكر اللجنه بتاعتي 100 100، ما تحطش لوم عليها. تمام كده. وده برضو ياكد لك اللي انا كنت بقوله لك زمان، مش لازم وانت قاعد في البيت تهيئ لنفسك افضل يعني ما تقعدش في التكييف، فاهم؟ مش لازم تجيب كرسي زي اللي انا قاعد عليه دوت. يعني حاول انت ايه، تلبس لبس خروج، ما تقعدش في التكييف، تقعد على كرسي عادي، وكذلك وكذلك وكذلك. فاهمني؟ تمام. دي كده ايه اول واحد. اتنين، عبد الرحمن، انا عكيت في الاقتصاد والاحصاء، انا عكيت في الدين، انا عكيت في الوطنيه، انا عكيت وخلاص. مش دلوقتي بس، حتى بعدين ايا كان الامتحان انت عكيت فيه، قلت لك ما تعطلش. يعني فاهم؟ انت دلوقتي حتى لو انت جوه الامتحان، السؤال بتحب تحل كده، جيت في السؤال التالت وعطلت، تقوم تعطل بقى بقيه الامتحان؟ لا، نفس الحاجه. انت هنا في امتحان جلى منك تقوم تعطل في الباقي؟ لا، حاول انت تمسح. بص بقى يا اسطى، الناس اللي بتنجح في ثانويه عامه مش طبيعيه. خلاص يعني اقول لك لو كان الموضوع سهل كان زمان كل الناس عملتها. خلاص كده، الموضوع مش طبيعي. فانت لازم تحاول ان انت تعمل حاجات انت شايف انه مستحيل. لو انا دلوقتي بقول لك انت اصلا هتموت، يا لهوي انا خلاص شلت احصاء، انا شلت احصاء، شايف ان انت مستحيل ان انت تنسى الحوار. لا يا اسطى، عادي، عادي تقدر تنسى. فاعمل نفسك عبيط، انسى. خلاص، اللي حصل حصل، ان شاء الله اصلا هتنجح. فاهمني؟ دايما يعني في ناس كتير قوي بتقعد تقول انا هسقط هسقط، في الاخر بتنجح. فاهم كده؟ فدي الحاجه التانيه اللي عايز اضيفها لعقليتك. اول حاجه، اي حاجه ورا ظهرك ارميها ارميها، عشان ده الصح. تمام كده. مش هقعد احرق كتير. انت لازم يكون عندك عقليه قويه ان انت تقول خلاص انا هركن ده واركز في الباقي، واركز واركز في اللي قدام. فاهمني؟ وعايزك تعرف برضو ان الناس اللي بتنجح في ثانويه عامه لازم تعمل حاجات، لان انا عارف ان الفتره ديت هتبقى شاقه جدا. فهي دي بقى الفتره، هي دي الفتره اللي انت بتثبت فيها لنفسك، تمام، بتثبت فيها ورقه الامتحان ان انت قوي ومميز، مش تقريصه. سلام. انا لسه صاحي من النوم، فعشان كده تلاقيني خالص. سلام.